على قناتكم المبرز الأحداث المحلية والعربية والخليجية والعربية والعالمية بإذن الله. إذا الكرة الآن انطلاقة لمصلحة تقدم إلى الأمام. طبعا الفرصة الآن لا تزال متاحة، ترى ممكن خلينا نشوف بالنسبة هناك 50 والحزم ثانيا لعب 25 مباراة دياغو يدرب فريق الحزم وبالطبع يحقق انجازات رائعه من العام الماضي. ترى يوم كان الكره الان اللقاء ذلك لمصلحه فريق الحزم بهدف مقابل لا شيء. انطلاقه الثاني ربما محاوله زينهو الصالح يتواجد. ثاني نقيطي نقلها لعبها اماميه الان للحزم. الانطلاق محاوله المرور على ارض صاحب المركز الاعلى من أجل تحديد الحاصل على بطاقة التأهل الثالثة للصعود لدوري روشن لكرة القدم. إذا هذا النظام الجديد عندك، يعني الأول والثاني مباشرة، الثالث والرابع والخامس والسادس يتنافسون كما ذكرنا لكم الهيئة العامة أو النظام. الرحمن الفالح، عبد الرحمن الفالح إلى ميرندا، ولكن كرة دياغو مقطوعة تعود عند الشنقيطي للحزم. الشنقيطي يعيد الكرة إلى زايد، هي ملعوبة إلى الأمام. الكرة الآن المنقولة والتغطية الدفاعية الحاضرة. وبانور عبد الكريم خطيرة للسلفي الآن في الجانب الأيسر. الانطلاق والخطورة الحاضرة وإلى ركلة سام أو ماذا. فريق الحزم وأبرز الإنجازات بالطبع زينهو ينطلق في الجانب الأيسر، لا تزال عند الحزم. زينهو يبحث عن مساندة، منقولة أمامية الدرجة الأولى للمحترفين في الجولة 27. 8 جولات هي المتبقية من هذا الدوري، وتفرح جماهير السلفي في هذه اللحظات. الكرة الآن منقولة، التغطية في المكان المناسب في اللقطة الماضية والتخليص إلى رمية خطيرة للسلفي. لو عدت من كشيم إلى الجانب الأيمن كان فيها خطورة. إذن الوقت مقدر